كلمة تانية وأخلص عليك يا عمر. امشي من قدامي يا عمر، ولد عمك في هم كبير، ما ينفعش تقف قدامه كده. قلت لك امشي. انا همشي يا عم، همشي بس لو عصلت حاجه لزهره ولع في الدنيا كلها، واحملك انت اول واحد المسؤوليه يا مهران. ساعات معدوده ومش هرجع غير ببراءتها لاني متاكد منها. ازيك يا عمر؟ والله وحشني. انت جيت من السفر امتى؟ ورحت لخالتك ولا لسه؟ والله لسه جاي النهارده وما رحتش لحد. اسمع عادل بيه، انا جاي لك في موضوع شاغلني واكيد حضرتك سمعت عنه. تقصد موضوع زهرة؟ ايوه هو. زهرة بنت عمي مستحيل تعمل حاجه زي دي، وزي ما انت عارف العيله عندنا متهوره واخواتها جايدين نار، وانا كنت عايز الحكومه تتدخل عشان الاقي فرصه اثبت براءه البت، وكمان مباحث الانترنت تتدخل في الموضوع لان اكيد الفيديوهات دي متركبه. اسمع يا عمر، انت ابن خالتي وبيت الجرحي مش غربة عني. احنا متناسبين كتير من بعضينا، لكن عشان اتدخل بشكل رسمي هيكون صعب شويه. مش فاهم يا حضره الضابط، كيف يعني؟ انا عشان اتدخل بشكل رسمي لازم يجيني بلاغ بالفيديوهات المنتشره لزهرة، وانا كده هضطر اقبض عليها بسبب انتشار فيديوهات فاضحه وخدشه للحياء، وبعديها انت ممكن تطعنه في الفيديوهات دي، وبكده النيابه هتحول الموضوع لبحث الانترنت. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده انت عشان تقبض عليها هتبقى فضيحه بجلاجل، وممكن الجماعه عندنا يشتبكوا مع الحكومه، دي تبقى مصيبه كبيره. للاسف يا عمر هو ده اللي متاح قدامي، لكن انت لو متهم حد او عرفت تمسك خيط القضيه انا مش هتاخر، لكن غير كده انا مش هقدر اتدخل غير باللي يتيحه لي القانون. خلاص يا عادل بيه، انا هتصرف، لكن الموضوع ده اكيد وراه حد ومش غريب عن البلد، فلو جالك بلاغ عن الفيديوهات المنتشره حاول تأجل القبض عليه، لأن القبض عليها أكيد هيبقى كارثة. انا هتجنن، هتحصل لي حاجه في مخي، يبقى بيت الجرحي اللي مفيش حد في البلد كلها يقدر يجيم عينه فيهم، تبقى سيرتهم على كل لسان. لا، والعيب يطلع من بيت مين يا ولد عمي؟ يطلع من بيت كبرنا. انا عمري ما كنت اتوقع ولا يخطر لي على بال ان زهره بنت عمك تعمل كده. مهران ولد عمي ما قصرش في رباية اخته، غلطه واحده اللي عملها ان دخلها الجامعه وما سمعش لحد، وجه الوقت اللي يدفع فيه الثمن. قصدك ايه يا ولد عمي؟ مهران ما بيحبش حد في الدنيا قد اخت زهره، ودقيت اتكتب عليه يقتلها بيده. فكرك يا عبد الصمد هيكون قد اللي انكتب عليه؟ ولد عمك راجل وعمره ما يجيب ورا، خصوصا لما يكون حاجه زي دي متعلقه بشرفه وبشرفنا. لا يا عبد الصمد، مهران ولد عمك الصلب اللي النظرة من عينه بتهز أكبر شنب بيجي قدام زهرة ويكون كيف العيل الصغير، ده بيحبها أكتر من روحه يا جدع. خلاص يبعد عنيها وسليم يقتلها. ولا سليم قلبه يطاوعه، البنت دي من نصيباني، هاخدها واطلع بيها الجبل وافصل راسها عن جتتها وادفن كل حتة فيها في مكان. كنت توقف على الباب مستنية دخلتي عليكي، دلوقتي الخوف والرعب بقى مال جسمك وعينيكي. شفت وصلتي نفسك لفين يا بنت الجرحي؟ أنا الرعب اللي أنا فيه مش من الموت، مش من لقاء ربنا. أنا اللي مخوفني إن أنا أموت قبل ما براءتي تظهر. مش عايزاكم تشيلوا عار أنا ما عملتوش يا مهران. هو أنت فاكرة إن إحنا سمعنا ولا حد قالنا؟
ده احنا شفناكي بعينينا، شفنا اختنا في حضن واحد غريب بعينينا، وشرع ربنا انك تموت انت وهو. انطق يا بنت الجارح، انطق هو مين؟ انطق يا بنت الجارح، قلت لك هو مين؟ انطقي انطقي. ايه ده يا اخوي؟ البنت هتموت في يدك قبل ما كلنا هو مين؟ البنت مش عايزه تنطق، مش عايزه تقول هو مين، عايزه تتفرج عليا وانا بتقطع وبنهار من الذل والعار. خلاص يا نور، خلاص اطلع انت بره وانا هتكلم معاه. ارفع، انا عايز اقول لك كلمتين وامشي. انت جايبني هنا ليه؟ عشان كلامك ماسخ ومش عايز حد في البيت يسمع. عاوز ايه يا عمر؟ عشان كلامك ما بقاش ينزل من زور، ويا ريت تقصر. خلاص كلامي دلوقتي ما بقاش يعجبكم ولا حد فيكم عايز يسمعني؟ ما هو كلامك ماسخ وما يدخلش عقل بني ادمين. يا ناس اسمعوني، البت مظلومه وانتوا اكتر ناس عارفين اخلاقها. البت كانت اخلاقها زينه قبل ما تخش الجامعه، ولما دخلت الجامعه فسدت وملهاش اي حلول معانا غير الموت. وانا معاكم لو كانت عملت كده، انا اول واحد هيطالب بموتها. يا راجل انت هتجنني، لما الفيديوهات والصور بتاعتها على تليفونات البلد كلها، الصغير والكبير، واللي ما بيقدرش يتكلم قصادك ويسمعك بيتكلم في قفاك. احنا بقينا نمشي نتدارى من الناس في البلد. عايز ايه اكتر من كده؟ يا رفاع اسمعني، انتوا اصلكم مش عايشين في الدنيا، في حاجات كتير زي دي بقت بتتزور. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ هو عقد ارض ولا حجة بيت هيزوروها؟ البت متصوره في اوضه نوم مع كلب ابن كلب، حتى مش عايزه تدلن عليه. هدلكم عليه ازاي وهي ما تعرفوش؟ ما تعرفوش؟ انا خلاص فاض بيا منك يا عمر، ولو ما مشيتش من قدامي دلوقتي هبندقك ومحدش في العيله هيلومني. تبندقني انا يا رفاعي؟ ايوه، لان شكل عيشتك في الامارات نسيتك يعني ايه شرف. اسمع يا زهرة، احنا بني ادمين ومفيش حد فينا معصوم من الغلط، بس في غلط الناس بتسامح فيه، لكن الغلط اللي انت عملتيه مفيش فيه سماح. فيا ريت تقصري علينا المشوار وتقولي لنا هو مين. يا سليم انا في كرب شديد، طول عمركم واقفين جنبي في الفرح، ليه تتخلوا عني في الكرب؟ اللي عملتيه ما يتغفرش، يا ريت كان ينفع يتغفر فيه ولا يتسامح، لكن لا الناس هتغفر وتسامح ولا ربنا هيسامح في حاجة زي دي. والله العظيم مظلومة، أنا معرفش مين اللي عمل كده، أنا معرفش مين اللي دمر حياتي. مفيش حد دمر حياتك غيرك. الراجل ما بياخدش حاجة من المرأة غير لما تكون هي عايزة تديها له. واخداها الفين يا دنيا والفين معاكي رايحين، ضاع الأمان في قلوبنا ومن بكرة فيكي خايفين. واخداها الفين يا دنيا والفين معاكي رايحين، ضاع الأمان في قلوبنا ومن بكرة فيكي خايفين. فين فرحنا وضحكتنا يا أهل في لمتنا، فين فرحنا وضحكتنا يا أهل في لمتنا، عايشين أغراب في
على فين يا بني ادمين؟ على فين يا بني ادمين؟ على فين يا بني ادمين؟ على فين يا بني ادمين؟